يا مساء السعادة والخيرات. ايه اخبار قانون الاحوال الشخصية الجديد؟ هل قانون الاحوال الشخصية الجديد اتطبق ولا لسه؟ ده سؤال تقريبا يوميا بتسأله، وكمان برامج تلفزيون كتير قوي يدعوني تعالي نتناقش في قانون الاحوال الشخصية الجديد. انا سؤالي هو اصلا في قانون احوال شخصية جديد نزل واحنا ما نعرفش مثلا؟ طلع فجأة يعني، والحق يا عم هينزلوا سن الحضانة، الحق يا سيدي هيعملوا صندوق للأسرة ياخد من الناس فلوس. أصلا أنا عندي معلومات، على فكرة مفيش أي حاجة، وأي حد بيقول أي حاجة من الكلام ده هو ما عندوش أي معلومات. كل اللي حصل إنه رئيس الجمهورية عمل لجنة من 10 من القضاة والقاضيات بيشتغلوا بشكل مستقل تماما حتى عن وزير العدل، علشان يعملوا قانون احوال شخصيه جديد. طلعوا من كام اسبوع كده مؤشرات بتقول والله يا جماعه اطمنوا، احنا هنحط الاطفال رقم واحد، وبناء عليه هيبقى في صندوق للاسره يساعد لو الاب معسر انه ما يتحبسش علشان النفقه، لانه ما فيش حد عنده مصلحه انه اب يتحبس والعيال في النهايه مش تستفيد حاجه لو النفقه ما اتدفعتش، فاحنا هندفع بالنيابه عنه عقبال ما يعني قرض بقى طويل الامد، معرفش هينظموه ازاي لحد ما ربنا يسهل. طب الكلام ده يزعل حد؟ يعني مش مفهوم. في ناس بقى ايه هصت في الهيصه تقول لك ايه الحق وفلوس قد ايه وبتاع. بالمناسبه المأذون اللي قال الحقوا اكتبوا الكتاب اتحبس لانه مروج للاشاعات، اتحبس سنه باين. فدي حاجه. الكلام بقى بتاع ان كل حد يحط احلامه، اصل عايزين ننزل سن الحضانه من 7 ل9 سنين، ده كلام احلام. يعني الكلام ده خلص من العالم، ده من ايام الحفريات، من ايام القانون الحالي اللي مطبق اتعمل سنة 1920، يعني من 103 سنة، وبالتالي دخل عليه تعديلات كتيرة اللي هو سن الحضانة بقى 15 سنة، وده في كل الدول. وأحدث التشريعات العربية السعودية في 2019 سن الحضانة 15 سنة، والولاية للأب والأم على الأطفال. فالدنيا اتغيرت تماما، عشان كده القصة بتاعت 7 سنين و9 سنين. طب تغيير سن الحضانة، تغيير ترتيب الحضانة، كل دي مقترحات الناس بعتتها. انما اللي يجي يقول اصل انا عندي معلومات مؤكده بنار الفرن، اصل انا اعرف سكرتير بواب المحكمه اللي شغاله فيها اللجنه فجبت الكلام من الكنترول، الكلام ده كله غلط يا جماعه. يعني ما تخلوش اعصابكم كده ان اي حد يعمل اشاعات. ما فيش اي حاجه طلعت ولا اي حد يعرف، ولا حتى وزير العدل نفسه، غير اللي اتنشر واللي هو مش باين حتى. يعني انا لما حد يقول لي ايه تعالي في برنامج الفلاني ولا الندوه الفلانيه عشان نناقش قانون، نناقش ايه؟ هو طلع شويه كده عناوين، انما ايه المعايير؟ طيب خلينا نتكلم على صندوق الاسره اللي بيقول لك ايه، انه الدوله هتدخل تدعم في حالة الأب المعسر، بس كده يعني هيعرفوا قدراته المالية وهيعرفوا مش عارفة طبيعي يعني. لو أب رايح يشتري عربية بالقسط من البنك فبياخد قرض شخصي، مش بيمضي للبنك استمارة على انه البنك من حقه يطلع على قدراته المالية وقدرته على الدفع ولا لا؟ طب لما الدولة المفروض انها هتدفع للاب المعسر، مش الدولة تتأكد انه معسر فعلا، مش راجل بيضيع اولاده على يعني وبيتنصل من رعايتهم ويضيع من يعول. يعني هي الدولة دي راجل معدي في الشارع هيدفع من جيبه، ولا ده كيان معنوي في النهاية الفلوس بتيجي من جيبنا احنا، جيب دافع الضرايب؟ يعني من جيب حضرتي وحضرتك وحضرتك، يعني احنا نقطع من بق عيالنا علشان نسدد الضرايب بتاعتنا، علشان الدولة تتصرف فيها في الخدمات، فتروح تديها لواحد لمجرد ان هو بيستعبط وبيهرب من مسؤولياته؟ ولا الدولة لازم تحافظ على فلوسنا احنا، فلوس دافع الضرايب دول، وتتأكد فعلا ان الشخص ده معسر وان احنا كلنا بنتضامن معاه وبنساعده؟ طيب لما يقولوا تغيير ترتيب الحضانة، انا شخصيا في حالة الأب الأرمل طبعا طبعا وأدعم الأب. يعني إيه واحد مراته تموت فياخدوا منها عيال، ياخدوا منه العيال، يبقى موتوا خراب ديار والعيال اتحرمت من أمهم وأبوهم بأمارة إيه؟ لو هو عنده استعداد إنه يرعاهم ويقعد بيهم وما يعني ويعوضهم ويعوضوه عن الدنيا، ياخدوا منه العيال ليه؟ فطيب في المطلق كده تغيير الترتيب الحضاني، يعني لو الام اتجوزت يروح للاب اللي مش متجوز، لكن لو هي متجوزه وهو متجوز نعاقب الام عشان اتجوزت ونكافئ الاب نديله العيال يحطهم مع مرات اب؟ يعني عشان كده بقول ممكن تبقى العناوين جذابة ومنطقية وإنسانية جدا، لكن التفاصيل بتاعة التطبيق
محدش يعرف عنها حاجة. طب ادام انت عايز تتعامل كمشرع مع الاسرة كوحدة واحدة، فيبقى الام ثم الاب في ترتيب الحضانة. طب ما هو الولاية لازم يبقى الام والاب زي السعودية ما عملت في 2019. يعني ليه يبقى الاب ثم الجد ثم العم، والعيال لو الاب حصل له حاجة يتمرمطوا هما وامهم؟ فالكلام بقى بتاع طب ننزل سن الحضانة، والله دي مقترحات. يعني حد مقترح انه ينزل سن الحضانة لسبع الى 9 سنين. زي ما قلت لحضراتكم ده كلام يعني من ايام الحفريات. ومع ذلك خلينا نفترض يعني هل في نظام حماية كويس للاطفال؟ وانا عايزه اكلم اللي ممكن الابهات نفسهم اللي يبقوا شايفين الفكره دي وجيهه. هو انت عايز العيال 7 و9 سنين يعني في تانية ابتدائي ورابعة ابتدائي علشان انت فعلا عايزهم، ولا علشان خالط ما بين احساسك بالغضب والرفض لو انت طلقت الست لما قالت لك انا مش مستحملة اعيش، او هي حتى طلبت الخلع وعملت خلع، ولا انت عايز الولاد فعلا يعني عايزهم عشان تعاقب امهم؟ فده يبقى منتهى الخطر على الولاد. انما لو انت عايزهم فعلا مفيش اي مشكله، مصلحه الولاد تبقى رقم واحد. اتفضل حضرتك. عارف يعني ايه عيل في تانية ابتدائي وعيل في رابعة ابتدائي؟ يعني بتصحى الساعة 5 الفجر، تشطف وتلبس وتأكل وتنزل في التلج، تستنى اتوبيس المدرسة او تمشي انت توديهم المدرسة، ولازم الساعة وتعمل سندوتشات طبعا. الساعة 2 ترجع من شغلك مكبوب على وشك علشان العيال راجعة، فلازم يتغدوا، ولازم حد يذاكر لهم، ولازم حد يوديهم تمارين لو بيروحوا يلعبوا في اي مركز شباب ولا نادي. والسن ده بيعيوا كتير قوي، فهتجري ورا الدكاترة. انت حاجز دكتور او 2 في الاسبوع. انا ام قديمة يعني، فاسألوني انا بقى. يعني كنت بقول للولاد ادوني فرصة، ادوني فرصة، انا لو عييت اروح للدكتور. ما علينا، هتعمل ده كله اتفضل. ويعملوا نظام حماية كويس وتبقى انت اللي شايل الشيء. والنبي لو عملتوا ده للستات ما تصدق. خدوا يا جماعة العيال 5 ايام وهاتوا لهم العيال يروحوا بهم بقى يومين كده جنينة الحيوانات ولا جنينة الأورمان، ويتفسحوا ويتبسطوا، وتبقى ماما الحبوبة اللذيذة، مش ماما من الغولة اللي بتقعد تصوت طول الليل والنهار وحتى في ودانها مشابك عشان العيال تذاكر. فالكلام يتعقل علشان العقل زينة. اللي متخيل انه هيعرف ياخد العيال بس عشان يغيظ امهم وبعدين يرميهم لمراته ولا امه ولا اخته، امك هتبقى عدت ال55 اكيد او ال60. فخشونة الركب مش هتمكنها تجري ورا العيال، هتقف جنب منك طبعا عشان تغيظ الست المفترية دي. انما اسبوع 2 وهتقول لك يا ابني مش قادرة. اختك لو متجوزة عندها عيالها، ولو مش متجوزة مش هتستحمل للعيال. بيقولوا العيال احباب الله، ده حقيقي، عشان محدش بيستحملهم غير ربنا وامهم. فطيب المدام الجديدة هتشيل العيال كله بتمنه يا حلاوة. يعني اسألني، انا اختك الكبيرة وعارفة بيجولي هنا متمرمطين من الزوجة التانية. يعني اللي ما بيقولك اللي ما يرضاش بالخوخ في الزوجة الاولانية بيرضى بشرابه مع الزوجة التانية. بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ فالكلام من بره يبان شكله حلو، انما انتوا اللي هتدفعوا الثمن. عموما الاساس في العلاقات هي الاحترام والمودة والرحمة، او الانفصال باحترام والتفريق باحسان. اذا التزمنا بالقواعد دي هتبقى علاقتنا محترمة. واللي خارج عن القواعد دي لازم الدولة تدخل تحط ايديها وبقوة علشان تحمي الاطفال بالدرجة الاولى. خلاصة القول، مفيش لسه لحد دلوقتي اي حد عنده اي معلومة عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد. ما دون ذلك، واللي بيقعد يقول لك اصل انا عملت سبق صحفي، ولا جبت من تحت الارض، ولا عندي معلومات، ولا بنار الفرن، ولا من الكنترول، ولا الكلام الحلو ده، كدابين. خدوها مني كلمة، مفيش حد عنده معلومة، حتى وزير العدل نفسه. ولما اللجنة هتخلص هتعلن بشكل واضح وهنناقش كلنا. صح ولا ايه؟ اشوفكوا دايما بألف خير.